بما انك دخلت الفيديو ده فانت حاجة من اتنين. الاولى انك فضولي، والتانية ان الشيطان اللي جواك عاوز يطور نفسه اكتر. لكن انا مش جاي اغذي الشر اللي جواك، انا جاي اصحيك للواقع واقولك ان التلاعب موجود في حياتنا بشكل كبير وواضح، والحقيقة هي انه يتم التلاعب بيك يتتلاعب انت باللي حواليك. في الفيديو ده هنعرف ازاي عقليات زي نيتشه وميكافيلي وفرويد استخدموا ادوات خفية علشان يخلوا الناس توافق، تقتنع وتنصاع. لكن ده مش مجرد كلام نظري. في نهاية الفيديو هتكون معاك 5 تقنيات نفسية فعالة تقدر تستخدمها في حياتك اليومية، سواء في شغلك او علاقاتك او حتى تفاوض بسيط مع صديق. خلينا متفقين ان الحياة كلها صراع قوي، وانت يا اما مؤثر يا اما متأثر، مفيش حياد. الفكرة بسيطة وخطيرة، انت يا اما تتحكم يا اما يتم التحكم فيك. اول تقنية هي الخيار الوهمي. ميكافيلي ما كانش شرير لما قال لو عايز تحكم الناس خيرهم، بس بين حاجتين انت اللي محددهم. يعني بدل ما تسأل تحب تساعدني، يقول تحب تساعدني دلوقتي ولا بعد ساعة. كده الشخص بيحس ان عنده حرية الاختيار، بس في الحقيقة انت اللي محدد الخيارات من الاول اساسا. التقنية التانية هي مراية العاطفة. فرويد كان مهووس بالنفس البشرية، واكتشف اننا بنرتاح للي بيشبهنا، اللي يعكسنا من غير ما ناخد بالنا. لما تبقى قاعد مع حد وعاوز تتلاعب بيه، خليك مراية ليه. لو هو قاعد وحاطط ايديه على الترابيزة اعمل زيه، اتحرك زيه جسديا. لو بيتكلم بسرعة زود سرعتك شوية. كرر آخر جملتين قالهم بنفس نبرته. استخدم جمل التعاطف: أنا فاهم شعورك ده تماما، حسيت بنفس الإحساس ده قبل كده. كل ده بيخلي عقله الباطن يصدق إنك زيه، وبالتالي بيثق فيك وينفتح ليك أكتر. التقنية التالتة هي الدين الاجتماعي. في كتاب قوانين القوة روبرت جرين قال اعمل معروف صغير هتكسب طاعة كبيرة، لأن البشر بيكرهوا الإحساس بالدين. لو خدمت حد عقله بيضايقه وبيخليه عاوز يرد الجميل. حاول دايما تبقى عارف اللي قدامك عاوز ايه عشان تبادر وتديهوله. وقتها هيحس ان انت كريم جدا عليه من غير ما حتى يقولك هو عاوز ايه، بس انت كده كده عارف، لأنه بيفضل يدي إشارات للشيء اللي هو عاوزه. دايما افضل شكر فيه، قول له انا دايما بحترم طريقة نقاشك. ومجرد ما يحس بالامتنان دفاعاته تجاهك بتقل، وتركيزه معاك بيبقى اقل بكتير، وطلبك بيبقى سهل التمرير. والتقنية الرابعة هي التلاعب بالذاكرة. الذاكرة مش شريط فيديو، هي هشة ضعيفة وسهلة التشكيل. كتير من التجارب حوالينا اثبتت انك تقدر تزرع ذكرى حتى لو ما حصلتش. التكرار والثقة، مثلا لما تتكلم مع حد وتقول له تفتكر لما ساعدتني السنة اللي فاتت، انت كنت دايما كريم معايا، حتى لو هو عمره ما ساعدك. مجرد انك تذكر الحكاية كأنها حصلت بتخلي دماغه تصدقها. ليه؟ لان العقل بيكمل الفراغات، ما بيحبش يحس بالعجز، بيحب يحافظ على صورته الإيجابية. والنتيجة هيبقى عنده إحساس خفي بإنه مديون لك من غير ما يعرف السبب الحقيقي. التقنية الخامسة الاختراق العاطفي. في عالم أعصاب اسمه أنطونيو ديماسيو كان بيقول إن العاطفة لما تشتغل المنطق بينام. يعني لو أثرت على مشاعر الشخص تقدر تسرب أي فكرة لعقله بسهولة. امدح ضحك قدام الناس، زي مثلا قول قدام الناس وهو واقف انا معتمد عليه جدا في الشغل لانه دايما ثابت وذكي. بعد كده اطلب منه اللي انت عاوزه. ليه ده بيشتغل وبيشتغل بسهولة كبيرة كمان؟ لان لحظة الفرح او الفخر او الحماسة بتشل مؤقتا دفاعاته العقلية. عايز تسيطر؟ خليه يحس قبل ما يفكر. انا مش بعرفك التقنيات دي علشان تستخدمها في اظهار لونك السيء، وانما علشان تفهم ان من السهل دايما التظاهر والتلاعب. نكمل كلامنا
مرة تانية.